لما المسلسلات الاوف سيزون بقت بالعظمه والجمدان والروقان ده، خلي بالكوا احنا قريبا بقينا نحط دلوقتي على ام بي سي باليود، والمسلسلات اللي بتبقى من 200 ل 300 حلقه احنا دلوقتي بقينا بنعمل 10 حلقات يخلصوا، مسلسل تاني 10 حلقات يخلصوا، قصص مشوقه، قصص منوعه، اداء بستايلست بديكور، حاجات اجواء تركيه، مسلسلات رومانسيه. النهارده انا اتفرجت على اول حلقه من مسلسل 2 قهوه اللي شفنا له اكتر من اعلان برومو. وقبل ما ابدا، في ناس كتير خيالها هيروح احنا عارفين احداث المسلسل هتمشي ازاي، اخته هيبقى ايه، هو هيبقى ايه، مراته هتبقى ايه، طليقته هتبقى ايه، البت هتبقى ايه، العلاقات اللي في المسلسل هتبقى عامله ازاي. الفيديو الاخير بتاع مسلسل ورد والشوكولاته انا كلمتك فيه ان احمد فهمي ظهوره رائع، احمد فهمي وحشنا جدا، احمد فهمي هيعمل لنا ايه السنه دي، احمد فهمي انا متوقع له ظهور في سنه 25 و26 مختلف عن الكام سنه اللي كان واخد فيهم بريك. ولا هنا بتكلم عن احمد فهمي بتاع فرقه واوا، مش بتكلم عن احمد فهمي اخو كريم فهمي. رايي في المسلسل والاحداث، رايي في المسلسل ياخد كام من 10. تقييمي لاول حلقه متوقع استناه واتفرج على الحلقات الجايه ولا مش متوقع، عايز اتفرج ولا مش عايز اتفرج، متحمس ولا مش متحمس، كل ده نعرفه بالتفصيل. فاضغط اللايك المتين وما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه عشان كتير قوي مش عاملين سبسكرايب. ويلا بينا نبدا. كلنا اتفرجنا على مسلسل نصيبي واسمتك، وعلى اللي ملوش كبير، وعلى ونحب تاني ليه. 3 مسلسلات اجمد من بعض، اللي مؤلفهم نفس الشخص اللي مؤلف المسلسل بتاع النهارده، المؤلف عمرو محمود ياسين، المبدع المتألق اللي بيكيفني، اللي انا مجرد ما بعرف ان هو كاتب روايه او كاتب فيلم او كاتب مسلسل انا خلاص انا هتفرج على الفيلم ده، الفيلم ده هيوديني في مود كده مختلف. الفكره باختيار الشخصيات اللي موجودين في اول حلقه انا بالنسبه لي شايفهم بيبدعوا، جايبين شخصيات ما بيحطهمش في الادوار دي، عاملين لهم اختلاف، ولكن كل واحد فيهم صايع في الحته اللي محطوط فيها. والاعلى من كده ان المخرج بتاع المسلسل هنا هو عصام نصار، اللي عمل فيلم البطه الصفراء وفيلم هاشتاج، وعمل كام حلقه كده من مسلسل نصيبي واسمتك. والاجمد والاجمد ان هو بيصمم تترات وبيصمم افيش لمسلسلات وافلام كتيره جدا، فدماغه رايقه، بيعرف يختار الزوايا الابداعيه، بيعرف يختار الزوايا التصويريه، بيعرف يختار المشاهد، بيعرف ينسق الديكورات بتاع كل مشهد بالترتيب. وفكره انه مسلسل رومانسي قبل ما اقول لك الحلقه ولا اقول لك المسلسل فيه ايه، باين من البرومو، باين من الاعلانات، باين من كل حاجه ان هم بيلعبوا في حته الديكور التركي، الديكور الرايق، الحاجه الفخم، الاجواء الهاديه، زقزقه العصافير، حاجات كتير قوي اخراجيه معموله في المسلسل هنا من اول حلقه جامده قوي. واللي ابهرني قوي يا رايق هو ظهور النجم هيثم شاكر، هو اللي عامل التتر بتاع المسلسل، الحان وليد سعد. يا جدعان الناس دي كانوا شباب جيلي، الناس دي في ناس كتير دلوقتي ما تعرفهمش، ولكن الناس دي جامدين قوي. هيثم شاكر ده مش مغني عادي، ده عملاق. تعالى بينا اقول لك اسامي الشخصيات بتاعت المسلسل، واقول لك احداث المسلسل بتدور في انهي حته، واقول لك الايجابيات واقول لك السلبيات، واقول لك توقعي للمسلسل هيروح فين. احمد فهمي، ميرام علي، ميريت الحديدي، اسماعيل فرغلي، احمد الشامي، بسنت ابو باشا، وحازم ايهاب، ومحسن محي الدين، وكريم العمري، وعمر رياض اللي عجبني قوي. عمر رياض ده يعني هقول لك ليه عجبني وليه ما كانش بيعجبني، بس عجبني قوي في اول حلقه هنا. وعندك مي القاضي ونانسي صلاح وهبه الاباصيري، اللي بصراحه دور الشر لايق عليها قوي، ما كنتش متوقعها في دور الشر ولكن اتقنته. المسلسل بتاعنا بيتكلم عن دكتور جامعي نجم مجتمع مقدم في برنامج لقناه جامده جدا. الدكتوراه بتاعته والموضوعات اللي بيتكلم فيها عن حقوق المراه، اولا مطلق مراته، ثانيا بيتاخر على بنته في المدرسه، ثالثا كل التوتر حواليه من حوالين البنات، الموضوع مش لايق خالص على الحته اللي هو بيتكلم فيها. والاجن من كده كمان انه بيخش في علاقه مع الاونر بتاعت الكافيه اللي بيتعرف عليها بالصدفه في عيد ميلاد واحد صاحبه، اللي بيقابلهم وهيقابلهم طول الحلقات اللي هنتفرج عليها مشاكل من
النوع ان طليقته هتتدخل في العلاقه، وان نيلي اللي هي الاونر بتاعت الكافيه هيكون ليها علاقات سابقه، وديت هنشوفها في اخر مشهد في الحلقه الاولى. هنتصدم من ضيف الشرف اللي هيخش ويقلب وهو ده اللي بتسيبيني عشانه، وهو ده اللي انت ما بترديش عليا بسببه. سيبك انا ما بحرقلكش خلي بالك، ولكن اصلا في الاعلانات بتاعت المسلسل والبروموهات اللي نازله للمسلسل حرفيا هو قاعد عامل ورقه في اعلان كده، جايب لك شيت وجايب لك ورقه وبيقول لها تعرفي ده لا ده حطي اكس، ده غلبان، ده مش عارف ايه. كل واحد بيرتبوا عشان يظبطوا علاقتهم ببعض. مشهد اتقال في الاعلانات برضو بتاعت المسلسل ان انا ممكن ازعل اي حد، اخسر اي صاحب مقابل الحبيب، وهي بتحاول تقنعه اصلا بفكره البيست فريند. والاحلى من كده واللي ممتعني شخصيه احمد فهمي بهدوءه بركزانه بعقله، لايقه قوي مع مرام علي اللي احنا اول مره نشوفها في بطوله في عمل مصري. حرفيا مبدعه، حرفيا ادائها مع نانسي صلاح. الاتنين عاملين دويتو كده، دي واحده سوريه صاحبه الكافيه، دي واحده مصريه شغاله معاها، دي بترازف دي ودي بتنكش في دي بتحب دي ودي بترخم على دي بتقول لها يلا نعمل حاجات المراهقه، يلا بينا مش عارف ايه، ده الواد ده حلو، الواد ده مز، الواد ده عاجبني وعجباني دماغه ودماغه. بص حته كده هتفهمك ان في تناسق في الشخصيه، ان مرام علي دي ممثله جباره، ونانسي صلاح انا مش بقول لك هي دي ودي ما جاتش في التمثيل، لا الاتنين جامدين، ودورهم واختيار الشخصيتين دول مع بعض في نفس المكان لايق قوي. وقبل ما اخرج بس من الحته بتاعت السيدات في المسلسل، هبه الاباصيري انا دايما عندي مبدأ في حياتي، انا ضد ان اتنين يتجوزوا بعض يكونوا بيشتغلوا نفس الشغلانه. انت اشتغل انت اشتغلي، بس انت شغلانه وانت شغلانه تانية خالص ملهاش اي علاقه بشغلانه جوزك، وانتوا الاتنين لازم يبقى هذا. انا ضد الفكره دي، انا ده مبدئي. الاتنين شغالين مذيعين، الاتنين بيرخموا على بعض، الاتنين بينافسوا بعض في النجاح، الاتنين بينرفزوا وفي حاجات تحت لتحت كده، ودي تقعد تقول لها انت المعده بتاعتي مش بتاعته. بص كلام من الحته ديت عجبني برضو اداء هبه الاباظيري يا جدعان، جامده قوي، صايعه في الحته دي يعني، برغم ان هو المشهد بتاعها كان صغير ولكن بين لي الشخصيه، وضح لي الخلاصه بتاعتها. احمد فهمي علاقته مش مفهومه باهله، اسماعيل فرغلي ابوه، بسنت ابو باشا اخته، والاتنين فيهم حاجات غريبه انا مش فاهم فكرتهم او مش فاهم العلاقه بينهم عامله ازاي. هل هو بيود اهله ولا ما بيودهمش؟ ابوه بيقول ما بيسالش، البت لما اتضايقت فضفضت مع اخوها. طب بيحبوا بعض ولا بيكرهوا بعض؟ متضايقين من بعض ولا العلاقه بينهم كويسه؟ دي حاجات هنشوفها في الحلقات الجايه. وبسنت ابو باشا على خلاف مع ابوها وامها بسبب ان هي عايزه تعيش في القاهره، وانا شاكك في حاجه لما شفت اعلان معين ان هي مصاحبه حازم ايهاب اللي هو يعتبر شغال او المعد بتاع اخوها في البرنامج تقريبا كده، والله اعلم هيحصل بينهم حاجه وشكلها هتهرب في الحلقه الثانيه، وعشان هم عايزين يجوزوها بالاكراه. وفكره ان احنا بنعمل مسلسل ايجيبت قوي وكافيه قوي ومذيع نجم قوي، انا مش عارف ايه اللي حط الحته بتاعه الصعيد، ايه اللي حط الحته بتاعه الجواز بالاكراه، انا مش مبلوعه يعني، دي مش لايقه على دي، ده تعليق كبير قوي وهيترتب عليه احداث فيما بعد. هل الاحداث دي هتبقى جامده جدا ولا هتبقى فاشله جدا؟ ده السياق اللي هينجح المسلسل قوي واللي هيوقع المسلسل قوي. عليه بقى للمخرج، البنت الصغيره بنته، انت ليه مخلي حزنها اوفر، مخليها مكبره الموضوع ليه؟ هي على فكره هي البنت ممثله قويه، ولكن هي ما بتعملش حاجه من دماغها، في مخرج في مصور في ممثلين معاها، فهي اي حاجه بتعملها هي كويسه فيها، ولكن ليه انت مطلعها اوفر في الحزن، اوفر في اوفر ليه يا عم؟ ده نص ساعه اتاخر عليها، هو ما سابهاش 3 سنين. كلمه تانية للمخرج برضو، انت ما خدتش بالك ان العربيه جايبه تشيك انجن يا اسطى؟ يعني انا سؤال معلش، انت جايب واحد راكب عربيه رانج روفر وبدله وقراه ونجم والناس بتتصور معاه، وفي الاخر العربيه جايبه تشيك، دي ما تنفعش يعني، حته خازوق قد كده روح امسحه على الكمبيوتر، غير العربيه، الموضوع بسيط يا باشا. انا بس حبيت اثبت لكم ان احنا بنعرف برضو نحقق ونحنيك ونطلع تفاصيل في المسلسلات، ونبص في حاجه هنعملها. معجب قوي بهيثم شاكر، معجب قوي
بالديكورات معجب قوي بمرام علي، معجب قوي بشخصيه احمد فهمي، معجب قوي بكل الشخصيات اللي موجوده في المسلسل والعمل، معجب قوي بمرام والكافيه والاداره بتاعتها ونظام التعامل بينها وبين نانسي صلاح. كل دي حاجات جامده جدا. كام حاجه اللي قلتهم قبلهم دول بس اللي مش عاجبني في المسلسل كالحلقه الاولى. هل هكمل ولا مش هكمل؟ هديله فرصه حلقتين تاني، مش حلقه واحده، حلقتين ثلاثه كمان. هديله فرصه ل3 حلقات تاني، يا اما اكمل بقى المسلسل واعمل لك راي وتقييمي ليه بعد ما المسلسل يخلص، ولا هنفض. المسلسل هياخد كام من 10؟ هياخد 6.5 من 10. هنزود واحد كمان عشان خاطر هيثم شاكر ووليد سعد. بقى كده المسلسل من الحلقه الاولى 7.5 من 10. واحنا ما بنحكمش على الكتاب من غلافه. انا الدولي، ودي كانت مراجعه مسلسل 2 قهوه اللي انا متحمس اكمله بصراحه. يعني انا عمال اقول لك هديله فرصه، بس انا مشدود، عايز اعرف الشخصيه والعلاقات والموضوع هيبدا ازاي وهيمشي ازاي، وعايز اعرف يمكن يبتكروا لنا نوع مشروب جديد برضه. عايزين نعرف المسلسل هتروح في انهي حته والافكار والابداع هيكون عامل ازاي. انا اسلام الدولي، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.